السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عطية وفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة هوريكم أجمل مول على البحر في اسطنبول. احنا دلوقتي في منطقة كاراكوي وهناخدها مشي لحد المول وندخل المول ونشوفه، واحد من أجمل المولات في وجهة نظري اللي موجودة هنا في وسط اسطنبول. خليكم معايا، احنا دلوقتي في منطقة كاراكوي وهنتمشى لحد المول. خليكم معايا. منطقة كاراكوي قريبة جدا جدا من المول اللي احنا رايحينه. عندنا ترام هنا وعندنا محطة اتوبيسات برضو الناحية التانية هناك اهي، ويعني تقدر تيجي هنا من اي منطقة في اسطنبول. خلينا نعدي الطريق بسرعة. خلينا واحنا ماشيين كده نتكلم شوية. طبعا انتوا عارفين ان انا خلاص بقيت بصور في الويك اند بس، لان ده اليوم الوحيد اللي انا فاضي فيه. النهارده الجو حر جدا جدا، يعني قالوا كده في موجة برد هتيجي اليومين دول وبعدين الدنيا تبدأ تحرر شوية. بس عادة اسطنبول في الصيف زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده، الصيف هنا يبدأ مثلا شهر نص ستة، نص ستة، سبعة، تمانية، تسعة، بعد كده شتاء. بس واضح ان الصيف هنا هيبدأ بدري او ما تضمنش، ممكن النهارده يبقى حر ونرجع بكره نلاقي في موجة برد تاني جاية. فاسطنبول ما تضمنهاش في الحاجات دي. فيلا خلينا نشوف الايام الجاية ايه اللي هيحصل. غالبا النهارده في ماتش لجالاتا سراي، لان شايف كذا حد لابس لبس جالاتا سراي ورايحين الاستاد. انا مش متابع بصراحه قوي الكره التركيه يعني، ولكن طالما لقيت ناس كتير لابسه نفس اللبس وماشيين هتلاقي اكيد في ماتش النهارده يعني.
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. وصلنا المول، هنعدي التفتيش ونرجع لكم. واخيرا وصلنا لاحلى مول في اسطنبول على البحر من وجهة نظري. فانا مش عايز اتكلم كتير، عايزكم تشوفوا واحنا ماشيين كده. برضو لو في حاجة محتاجة كلام هنرجع لكم تاني، بس شوفوا الجمال هنا. هنا منطقة للأطفال عشان يلعبوا. بصراحة من الحاجات اللي أنا لاحظتها هنا وموجودة كتير، إن أي مكان أنت هتروحه في مكان للأطفال عشان يلعبوا، فأنت ما بتشيلش هم أطفالك لو زعلانين بقى من المكان اللي أنت رايحه وعايزين يلعبوا ومش عارف إيه، هتسيبهم هنا عادي يلعبوا ويتفسحوا، وأنت تروح تشرب حاجة، تعمل حاجة، تاكل. فلا بصراحة تحفة يعني. هنا دي كلها كافيهات واماكن للاكل. للاسف النهارده في سفينه، لان زي ما قلت لكم المول اسمه جالاتا بورت، فهو من اسمه كده هو مول ومينا في نفس الوقت. ففي لو حظك حلو هتيجي في يوم مش هتلاقي فيه سفينه، مش هتلاقي فيه سفينه كده، سفينه ركاب راكنه في المينا يعني زي ما بيقولوا. ده لو حظك حلو، لكن احنا النهارده للاسف حظنا وحش، فجينا ولقينا المينا بتاعت المول مقفوله، فمش هنشوف البحر. في العادي السفينه دي ما بتبقاش موجوده، وبيبقوا فاتحين الحواجز دي وتبقى شايف البحر عادي جدا، لكن للاسف حظنا وحش النهارده. بس ممكن هو طويل، فممكن قدام يكون مفيش حاجه، فخلينا نشوف. خلينا نبص كده قدام نفس الموضوع ولا لا. لا غالبا مفتوحة قدام، فخلينا نتمشى.
زي ما قلت لكم بقى، اللي على يميننا دي بتبقى سفينه ركاب. دي بتبقى سفينه ركاب رايحه بلد تانية او بيعملوا تور، فبينزلوا في كل بلد شويه، والركاب اللي عليها يقدروا ينزلوا المول يتفسحوا. بيبقى معاهم مثلا وقت معين، 5 ساعات 6 ساعات، يتفسحوا في اسطنبول، عايزين يقعدوا في المول، عايزين يفضلوا في المركب براحتهم. فدي بتبقى زي مراكب سياحيه كده. الناس اللي ما بتحبش تسافر طيران او كده وعايزه تعمل تور في كذا دوله، فبيعملوها بالمركب، وبتبقى حلوه جدا. ومنها تشوف كذا دوله، ومنها الناس اللي ما بتحبش بقى الطيران وعايزه تخوض مغامره البحر، اكيد مختلفه تماما. زي ما انتم شايفين كده على شمالنا كل دي محلات لبس بقى، كافيهات، اماكن للاكل، محلات من كل الانواع والاشكال. وهنا اهو البحر بدأ يبان. طبعا المنظر وانت قاعد تاكل او قاعد في كافيه او قدامك البحر حاجة تانية، فعشان كده انا بحب المول ده جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده منظر البحر. بس المول ده فيه عيب وحيد من وجهة نظري، ان انا كل لما اجي هنا اكتشف ان انا لازم اجي قبل، لازم اجي مع حد، ما ينفعش لوحدي. لان زي ما انتم شايفين هنا هو مول على البحر، وكافيهات ومحلات اكل على البحر، فالقعده رومانسيه شويه، فتستدعي ان انت يكون معاك حد. لكن وانت لوحدك الامور تبقى صعبه شويه. بس غالبا، بس في كل الاحوال يعني المول كويس جدا، والتمشيه فيه احلى حاجه بصراحه.
احنا داخلين اهو على اخر المينا او اخر المول خالص. الناس كلها هنا بتتصور. وبس كده. قولوا لي في الكومنتات المول عجبكم ولا لا، وكل يوم مكان جديد في اسطنبول. سلام.